عارفين الاكلات اللي تحسوها من بره كده صعبه وغلبه وهتاخد مواعين كتيره، بس في الحقيقه هي سهله جدا وكلها بتتعمل في حله واحده. انا كان عندي صدور فراخ قطعتها صغير جدا زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اشوحها مع شويه بصل صغيرين، ولما كله اتشوح مع بعضه نزلت عليها بشويه لسان عصفور. يا جماعه ما تستغربوش من اللسان عصفور. ولما اتحمر شويه نزلت عليها بشويه من السبانخ، ومش عايزاكم برضو تستغربوا من السبانخ لان طعمها بيبقى حلو جدا. وبعد ما كل ده اتعرف مع بعضه كده لمده 5 دقايق نزلت بشويه ميه صغيرين وبشويه وفي الخطوه دي بقى انا عايزاكم تسقسقوا للسان عصفور والفراخ، يعني تحطوا ميه شويه شويه، لقيتوها محتاجه تاني تزودوا ميه وهكذا. طبعا ظبطت التوابل، ملح، فلفل اسود، كزبره وكده. وبعد ما اللسان عصفور استوى زودت شويه من كريمه الطهي عشان نعلى بقى بالطعم خالص. ولا يا جماعه انا ما اكتفيتش بكده بس، انا حطيت شويه من الجبنه الموتزاريلا عشان انا عايزاها تبقى كريمي على الاخر مع تقلبتين حلوين كده. وعايزه اقول لكم ان هي كده خلاص جاهزه على الاكل، بس انا عايزه اعلى بالطعم تاني بقى يا جماعه، نعلى بيه اكتر واكتر كمان. جبت بقى الطاجن بتاعي اللي انا بعشقه، وابتديت بقى ان انا احط